هاد الفيديو غيخليك تكره شي حاجة سميتها التدخين. هذا قرب واليوم عنده على القصة الكبيرة ورا التدخين وكيفاش باللي هو ماشي مجرد عادة وصح. كون هاني، انا ما غاديش نفرع لك راسك بالاضرار اللي يقدر يسببهم ليك، حيتاش بطبيعة الحال غتكون عارفهم وغتكون سمعتيهم اكثر من مرة. حنا غادي ندوي غير على التاريخ ديالو وغتعرف حتى القصة ديال داكشي اللي كتكمل، وغنقترح عليك حلول اللي هما مجربين وانا متاكد بلي الا طبقتيهم غتخرج بنتيجة ان شاء الله. اكيد غتكون عارف شي واحد اللي وتقدر تكون انت داك الواحد. الا كنتي انت فالله يعفو عليك، ولا ما كنتيش انت فمعليش تقدر تفرج في الفيديو حتى الاخر، حيتاش غالبا غادي يكون شي واحد في المحيط ديالك اللي غيكون محتاجك فريمون باش انك تعاونو. فبطبيعه الحال جات الفرصه ولا كنتي انت سبب باش انك تعاون شي حد، فالاجر اللي غادي تاخذه غادي يكون عظيم. وفي العلم بالاشياء خير من جهلها، فما تنساش دير معك ديك ابوني الا باقي ما درتيهاش، وسير على الله. شنو القصه ديال التدخين؟ من خلال الابحاث ديال الغير المعمقه لقيت اسيدي باللي المصدر ديال التبغ مصدر غير معروف، ولكن اول مره تذكر فيها التبغ في التاريخ كانت في احد الرحلات اللي دارها كريستوف كولومبوس ملي كان كيكتشف العالم الجديد، وكان ديك الساعه في جزر البهاما. والناس ديال ديك الجزيره كرموه وبداو كمشه ديال واحد النوع ديال العشب وهو البحاره اللي معاه كاكراما للضيف. كريستوف والبحاره الاخرين بقاو غير كيدوروا في عينيهم ما فاهمين والو. شويه بداو كيشوفوا اهل الجزيره كيشدوا ديك العشبه وكيدوروها ومن بعد كيكميوها، والبحاره بطبيعه الحال قرروا يجربوا حتى هما. غير جربوا داك الشيء عجبهم لدرجه انهم تبلاو في البلاصه. واحد من بين هاد البحاره هادو واحد اللي سميتو رودريغو دي خريس، هاد السيد هذا ولا هاد البحار ولا كيكمي وهو ما عارفش على الكمايه اصلا، غير حط العشبه في فمو وكيكميها وصافي. وملي رجع للبلاد اللي هي السبليون ومعاه التدخين هذا، الناس ولاو تيستغربوا تصدموا اول مره يشوفوا شي واحد كيخرج دخان من فمه، لدرجه انهم ولاو كيخافوا منه حيت بداو كيعتبروه بحال كيدير شي طقس من طقوس ديال الشياطين. حتى هاد السحر هذا اللي كيخرج دخان من فمه اشد العجب. وهادشي اللي خلاه يتشد في الحبس ما عرفت شحال من عام، غير حيت تخافوا من هاد الظاهره الجديده المخيفه المرعبه. وبشويه بشويه ولات هاد العاده كتنتشر مي غير عند الاغنياء. عندك غتكمي ما عندكش والله الا كميتي. غير ديك الساعات حيتاش كان غالي، حيتاش طوروه شويه ولاو ينشفوه ويقادوه ويلويوه ويبيع. حتى القرن 19 مع البدايه ديال الثوره الصناعيه ولاو الماكينه عم سيدي ولاو طوروه مزيان ولاو يقادوه بالالات وبالكتره، وهادشي اللي خلى الانتاج ديالو يرتفع للنيت ولا رخيص يقدر يشري اي واحد. ولات عندك غتكمي ما عندكش حتى انت هي غتكمي البوينته بطبيعه الحال. لا هي صراحه ديك الوقيته مازال ما كاينه الصفايه، بغيت نقول زعما البوينته مازال ما اخترعوش مساكن اللي هما ولا كانوا كيكملوا السم ديريكت، ماشي بحال دابا تبارك الله ولاو ندير لهم الصفايه ولاو نعم سيدي كيكملوا الفيتامين والنيكوتين وداك التبغ وداك السموم تيحيدوها مع داك البوينته. ما علينا. وفجأة الشركة ديال التبغ ولاو من العباقرة ديال الماركتينغ. هادشي بدا في بداية ديال العشرينات، ما باعوش الكارو كمنتج وانما باعوه كرمز اجتماعي. ركزوا على ان الدخان ماشي غير مجرد كاروصة وانما اسلوب ديال الرجولة. في الستينات الاعلانات ديال الكارو ولاو في اي بلاصة مشيتي، فين ما دورتي وجهك كتلقاهم طالقين الارض، في الجورنالات في المجلات في الشوارع التلافز، حتى انهم ديك الساعات استغلوا الاطباء باش انهم يديروا لهم الاشهار. في السينما كانوا الابطال هما اللي كانوا كيكميو. تخيل معايا فين ديزل وقرع وكذا وشد داك الكارون عند سيدي هذاك اجي انا ولا راه غادي نشد باباك غادي نسلخ نبطبطك حقير، تجيب لي 500 مليون من عند محمد ابراهيم وجيب لي ديك الكميه ديال المخدرات راه غادي نصدروا هاد العشيه هادي. حمار اللي قال لك. ما علينا. ايوا يا سيدي، ملي سالوا من الرجال لقاو باللي العيالات ما كيكملوش، وهذا الشيء ما عجبش الشركه. او العيالات ما يذوقوناش فلوسهم حتى هما، يا راه نكميو باباهم لك. ولاو يديروا افلام يديروا فيها مرات البطل شاده الكارو وكيبينوها كانها رمز للانوثه. فهمتوا البلان كيفاش؟ في الاول كانت رمز للرجوله، تبلاو الرجال ردوها رمز للانوثه. زلايقه عادي عادي، الرجال بالرجاله لا عايش. الشركه هنا الهم الوحيد ديالها هما الفلوس بطبيعه الحال، واخا يكلفهم الصحه ديال الملايين ولا الملايير ديال الناس. هانيه اجي نبدلو شويه باش ما يجيكش الملل وتصدق جاب لي شي كارو هنايا وسط الفيديو. كنشوفك اسميتك، يلاه جمع داك الشيء ودير ابوني وكتب لي في التعليق ما كنكملش باش نعرفك ما كتكملش. الناس اللي ما كتكملش كيبان لاباس عليكم هانيه الله يحفظكم. غا ولا بغيتو تسروها ديروا شي ابوني حيت محال باقي نطلع لكم مره اخرى، وشي كومونتير وشي جيم وشي بارطاج، وهاد الشروط هادو غادي يخليكم حتى نتوما تولوا تكملوا. غير ارتاحوا ما ديروا حتى شي حاجه. ما علينا، اجي نشوفوا الكارو منين مصايب. اول حاجه ولا هي الورق. الورق كلشي عارف. وثاني حاجه هي عشبه عاديه طبيعيه كاينه في كاع الدخاخن. وثالث حاجه واللي هي 600 ماده.
من مكونات السجائر 600 مادة. عرفتي شنو هي 600 مادة؟ وأنا نعطيكم بعض منها اللي كاين من بينهم. كاين الطار، هي مادة كتكون في الزيت ديال الشوان، كيديروها في الكارو باش تعطيك داك الدخان اللي هو تيكون كتير وتيكون زوين بالنسبة ليهم هما اللي تيكميو. وثاني مادة واللي هي النيكوتين، واللي كتخلي الواحد يتبلى. هاد النوع من انواع المخدرات صراحة انا ما عرفتش كيفاش يدخلوا ولا كيفاش مسموح بهم، ولكن ما علينا. ثالث عنصر ولا مادة هي الارسينيك، هي مبيد الفئران. فعلا تيستعملوا مبيد الفئران. هي ماشي كيستعملوه بطريقه مباشره، هو كيستعملوه في الزراعه ديال التبغ. كيبداو يرشوا به باش الفئران ما يقصوش لهم داكشي، فهمتي. وبطبيعه الحال راه داخلهم محسوبه في البرودكسيون ديال الكارو. اش كيحسب لك زعما كيشدوه كيغسلوه وينقيوه؟ ما يمكنش، ما فهمتنيش من هادشي. رابع حاجه واللي هي الامونيا، ماده اللي خطيره وبزاف وسامه. كيستعملوها باش يعززوا النيكوتين، حيت النيكوتين كتكون الجرعه ديالها ولا النسبه ديالها كتكون هابطه، وفاش كيزيدوا ليها هذاك الامونيا يعني كتولي مجهده. واخر حاجه عندنا الكادميوم والكروميوم. الكادميوم كتكون في لاصيد ديال لي باتري، والكروميوم ماده كتستعمل في الصباغه. هاد جوج مواد كيتعملوا بسبب الاسمده الكثيره، حيت كيخصهم يزرعوا بزاف وبالزربه. فبسبب هاد الاسمده هادي كيتكونوا عندنا هاد جوج مواد، واللي بطبيعه الحال ما مزيانينش ليك. وسيدي ملي كتخلط هاد المواد هادو كاملين كيخرج لك الكار، وهكا كيطيب الدخان. اجي لهنا والسالينا مازال اللي جاي من بعد بزاف، ومستحيل ان هذه تكون صوت. تخيل معايا واحد المنتج اللي كان منتشر ولقى نجاح كبير، غيجيو من بين ليله ونهار وغادي يقول لك الكرو شي حاجه اللي مضره وخصنا نحبسوها. فجأة غادي يولي التدخين ممنوع في كاع البلايص العمومية تقريبا، في الطيارات، الترانات، المولات، الحدائق. ولكن الناس اولا المبليين بالنسبة لهم هذا الشيء ما بلان ما والو، ما عجبهمش الحال. هذا الشيء اللي خلى الشركات باش انهم يقترحوا عليهم حلول. وفين هي الصدفة اللي ما كنشوفهاش انا باللي انها صدفة؟ هذا الفليب ولا الشيشة الالكترونية. الحل اللي اقترحوه على الناس اولا المستهلكين ديالهم، المنتج اللي غيدخل لهم الزبابل ديال الفلوس. اجي نشرح لك كيفاش. دابا عوض الشركة ما غادي تجيب لك كارو اللي كتكلفها الزراعة وشحال من مادة والخدامة وزيد قالت راه حتى حنا نبقاو نقادو برودوي بحالنا بحال الشركات الاخرين اللي غادي تقام علينا رخيص وغادي نربحوا فيه بزاف ديال الفلوس. لا حناش ما بغينا نربحوا الفلوس، لا حنا باغيين لك غير مصلحتك، حنا كنفكروا فيك انت كمستهلك، وبغينا نلقاو لك الحل. داكشي باش اخترعنا لك هذا الجهاز هذا. واخا تشوفوا غالي راه غتشري غير مره واحده فقط. الجوس لا هذه صراحه غادي تشريها كل مره ولكن راها رخيصه ما تديرش بالك. واني ما تنساش فيها دخان زوين وفيها ريحه زوينه. عرفتي شنو، حنا راه دايرين لك بزاف ديال النكهات فوح لي مع، ولكن ملي كتجي تشوف كتلقى بانها راه فيها نفس النسبه ديال النيكوتين ولا اكثر اللي كاينه في الكاروني. والنيكوتين كيف ما قلنا قبل هي واحد الماده اللي كتخليك تبلى. انا ما كنكرش ولا ما كنقولش باللي الفليب او الشيشه الالكترونيه الاضرار ديالها اقل من الكارو، حيت راه العكس اللي بغيت نقول باللي هذه لعبه كبيره دايرينها الشركات وحنا الضحايا ديالها بطبيعه الحال. واكبر دليل على هادشي اللي كنقول لك هو ان هذا الفليب ولا هاد المنتجات اللي مسمينهم حلول ترك التدخين كتلقى باللي نفس الشركه ديال الكارو هي اللي مصايباهم. اصبر انا غادي نفهم في نظرك انت علاش الشركات ديال التدخين تخليك تحيد الكارو اللي به هي كتصور الملايين ولا الملايير ديال الدولارات كل شهر. وزعما في نظرك علاش؟ انا نعطيك مثال. شركه ديال جول مثلا من اهم الشركات ديال الفيب في العالم، و35% ديال الحصص ديالها مملوكه للشركه ديال ماربورو، واحد من اهم البراندات ديال الدخان في العالم. ماشي غير هو اللي كاين حتى كاين مصايبها شركه امريكيه اللي سميتها بريتش امريكان توباكو، ونفس الشركه مصايبه فيب اللي مشهوره في العالم سميتو فيوس. اكيد غتكونوا سامعين بالاي كيوس، حتى هي من اهم الفيب ولا من اهم الحلول لترك الدخان. غير هي في شكال كيجيو معاها كويروات صغار كيعطيوك ريحه اللي خايبه بزاف. وهذه يا سيدي مصايبها فليب موريس، اهم شركات نتاع التدخين في العالم، وهما نيت اللي مصايبين اهم البراندات بارلمنت، ماربورو، ال اند ام، كاع البراندات اللي كتعرف واللي غادي يجيو في بالك ديال فليب موريس. سمعتي دابا مزيان. هو صراحة أنا ما غاديش نبقى نقول لك يسبب السرطان، يسبب أمراض القلب وأمراض الرئة. أنا هنا غادي نحاول باش نلقى معاك الحل من بعد ما تقفنا راسنا شوية وعرفنا التاريخ ديال الكارو منين جا، وعرفنا منين كيتصايب وكيفاش كيتصايب، وعرفنا البروباغندا ديال الشركات. دابا جا الوقت باش نشوفوا كيفاش الواحد يقدر يحيد ولا يتهنى من هذه المصيبة. غادي نتخيلوا مثلا واحد الشخص قبلتنا وبغينا ننصحوه يحيد الكارو.
هاد الشخص غيكون من بين جوج ديال الحوايج، يا اما يلاه بادي البليه وباقي كيستمتع بديك البليه وباقا عاجباه، يعني تا هي ما تحاجي ليه وتا هي ما تنصحو، غير كتخوي الماء في الرمله، وراه غير مع غادي تسالي هضرتك كون اكيد بانه غادي يجبد كارو ويكميه باش ينسى داكشي اللي قلتي ليه، وإلا ما جبدش يكمي لك في وجهك. الحل ديال هذا هو تخليه حتى يطيب على خاطرو ويولي بحال النوع الثاني. غتقول لي شكون هو النوع الثاني؟ النوع الثاني هو اللي بدا البليه بكري، يعني ما خلى ماك ما بقى لي غير القزبر هو اللي ما كمل، كتلقى جميع الانواع والاشكال كاميوم، وهذا كتلقاه عيا والبليه طلعت ليه في راسو وباغي يقطع، ولكن مسكين ما قادرش. غتجي وتقول لي علاش ما قدرتش؟ غنقول لك راه عليها سموها البليه انديبوندونس، ولكن انت ما بليش اجي نشوفوا الانسان اللي مبلي كيفاش كيشوف البليه ديالو. انت على سبيل المثال شنو هي الحاجه اللي كتخليك عايش؟ غتقول لي الاكسجين، الماء والماكله. هذاك الانسان اللي تيكمل تيزاد عليهم حتى الكارو. غتجي تقول لي يلاه هذيك ايمن انا ما نبليش وعايش نورمال. هذا هو الاختلاف اللي بينك وبينه، هي في النظره ديال الامور. دابا واش كاين الحل لهاد البليه هذه ولا ما كاينش ليها الحل؟ لا بالعكس كاين حلول، ولكن قبل ما نقول لك الحل ضروري نفهموا علاش كاين المشكل. الاغلبيه ديال الاخصائيين كيقولوا باللي البليه كتجي بسبب جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى واللي هي النيكوتين واللي شرحناها من قبل، والحاجه الثانيه واللي هي العاده. النيكوتين كيفاش كيخدم؟ هو كيدير لك شي بلانات في الجهاز العصبي ديالك اللي كيخليه الا ما لقاهاش الدماغ كيبقى يهددك ويدير معاك شي بلان ولا شي تبريش اللي ما غاديش يعجبك. الا ما عطيتيش الجرعه ديال النيكوتين كيلعب لك بالادرينالين ويلعب لك بالستريس ويعصبك وينبشك حتى تعطيه النسبه ديال النيكوتين اللي موالف تعطيه. اما بالنسبه للعاده راها باينه، هي شي حاجه اللي كتبقى ديرها كل نهار واللي كترجع عادي انك ديرها. بحال مثلا الصباح كتنوض تغسل تفطر تغسل سنانك وتمشي لخدمتك، يوميا كدير نفس البلان، ولا ما درتيهاش كتولي تحس باللي شي حاجه ناقصك حيت ولفتي ديرها ديما. هكا حتى واحد مبلي يفطر يشعل كارو، يتغدى يشعل كارو، تقول ليه السلام يشعل كارو. ما علينا، دابا غادي نعرفوا شنو هما الحلول وغنبداو بالسهله واللي هي النيكوتين. كيفاش تحيد النيكوتين؟ علاش قلت سهله؟ حيتاش بصح البليه ديال النيكوتين سهل من البليه ديال العاده. تقدر تقرا الكتاب ديال العادات الذريه، فيه غتعرف شلا حوايج على العادات ديالنا كيفاش كيتكونوا وكيفاش نقدروا نتحكموا فيهم. ما علينا نبقاو مع النيكوتين. اول كارو كميتيه مع صاحبك في الدوره ديال الدرب كتكون دخلتي شي حاجه اللي جديده على الجسم ديالك واللي هي النيكوتين، وهادشي اللي كيخليه يمشي ديريكت للجهاز العصبي ويفرز هرمون اللي سميتو الدوبامين اللي هو هرمون السعاده بطبيعه الحال، وعليها كتحس بالسعاده. وقلنا بلي ديك البلاصه اللي في الجهاز العصبي اللي كتسمى بسيستيم نيرفو اوتونوم كيبدا يقول بلاتي راه خونا باقي غادي يدخل ليا هاد الماده هذه الجميله، ارا ندير ليها بلاصه باش وقت ما دخلت تلقى بلاصتها واجده. وكيبقى يتسنى، كل ما عطيتيه النيكوتين اكثر كيعطيك الدوبامين اكثر، ولا جيتي تحيدو في خطره هنا غتكون خربقتي الدماغ ديالك. وهادشي بطبيعه الحال ما كنصحكش به. الحل هنا هو كيف ما بديتي تدخل النيكوتين غتبدا تحيدو. اللي بغيت نقول دخلتي النيكوتين بشويه بشويه غتبدا تحيدو ولا تنقصو بشويه بشويه، يعني بالتدريج. كنتي كتكمي مثلا 5 في النهار ولا اكثر، ففي كل نهار كتبدا تنقص بالتدريج حتى تولي تلقى راسك بانك كتكمي غير 2 ولا 1 في النهار. وهذه هي افضل طريقه للانسحاب من النيكوتين من الجهاز العصبي وبطريقه صحيه. علاش؟ كيف ما الجهاز العصبي في الاول بدا كيدير البلاصه النيكوتين، فاش غتنقصو غيفهم راسو وغيحاول يحيد دوك المستقبلات ديال النيكوتين. هكا تلقى راسك كتحيد الكارو بكل سهوله. وهذه بالنسبه للطريقه الاولى او للنيكوتين. دابا ندوزو للطريقه الثانيه واللي هي العاده. الحل الاول وهي انك تستعمل الفيب، وانت كتحكم بها وتقدر تنقص النسبه ديال النيكوتين بيدك، ولكن ما كنصحكش بها حيت هي خطر من الكارو. علاش اقترحته عليك ملي هو خطر؟ حيت شفت ناس قطعوا الكارو بسبب الفيب. الحل الثاني وهي تعوض الكارو بشي حوايج اللي تيعطيوك النيكوتين ولكن تقدر تكون بنسبه اللي هي قليله، مثلا بحال هاد المسكه هادي اللي فيها النيكوتين واللي في بلاصه ما تكمي الكارو والدخان كتقصيها وكتعطيك نفس النسبه ديال النيكوتين. باش مزيانه هي كتعاون باش انك تحيد العاده ولا القاعده ديال انك ديما شاد الكارو في يديك وديرو في فمك. ومن غير هاد المسكه هادي كاين حتى دي باتش اللي كتاخذهم غير من لا فارماسي واللي كتلصقهم في يديك ولا في ظهرك ولا دراعك وكيعطيوك نفس الكميه ديال النيكوتين، وراه غير وحده كتكفاك في النهار كامل. هي كتكون باكيه تقريبا مع شحال تيكون فيها وكيكون فيها دي دوغري، كتاخذ على حساب شحال موافق كتاخذ من كارو في النهار. ومول الفارماسيان اصلا كيبقى يسولك في الاول وكيعطيك دوغري، بحال مثلا يقدر يعطيك 14 من بعد كيبقى ينقص لك وينقص حتى يحيد لك كاع داكشي. والا ما خدمش معاك هادشي فكيخصك ديك الساعات تمشي عند طبيب متخصص اللي كيخرج لك واحد الدواء اللي سميتو شومبيكس. هو سو سون دي بيلول اللي كتشربهم، وهاد لي بيلول ولا الكينات اللي غتشربهم كيلعبوا لك في الدماغ ديالك. فلو كنشرب غير كينه وحده كتعطيك النسبه ديال النيكوتين اللي انت محتاج، ولا مشيتي حتى حاولتي باش انك تغش وتشعل غير كارو، فداك المذاق ديال الكارو كيجيك مر وغتعيفو وكيجيك خانز وما غتحملوش، وكاين كاع اللي كيتقيا وهكا بصح ما كتبقاش حامل شي حاجه اللي سميتها الكارو. وهادشي اللي كنقول لك راه مجرب من طرف الناس اللي كنعرفهم مزيان وفعلا حيدوا البليه بهم، يعني ماشي غير كنعربط وصافي. ايوا الا جربتي هادشي كامل وما حيدتيش الكارو فغادي تكمل الله يسهل عليك.
خذ راحتك، عرف راسك بانك مازال من النوع الاول وماشي من النوع الثاني، ويني دابا تحيدو وتنتمنى من الله يعفو. والعاده صديقي كيف ما ذكر جيمس كلير في الكتاب ديالو اللي سميتو العادات الذريه، باللي الا بغيتي تحيد اي عاده كيف ما بغات تكون، ما عليك غير تبدلها بشي عاده اخرى. مثلا كتجلس مع صحابك اللي كيكميو، فانا كتقول لهم انا راه قررت باش انني نحيد الكارو، فراه لا ريحت معكم غير غادي نزيد نكمي، فراه غادي نجلس حتى تسعود واحد المده على الله نحيد هذا الكارو هذا. فاصحابك الا كانوا بصح صحابك وباغيين لك الخير فغيتفهموك، وهما اللي غادي يشجعوك باش انك تقطع الكارو، وفعلا غادي يخليوك في حالك. واخا تبدل الراي ديالك وتجي عندهم مثلا شي نهار باش تريح معاهم، هما غادي يجريو عليك وغادي يقولوا لك سير سيدي حيد الكارو ديالك. ولا كان العكس وما تفهموش وتقلقوا، فسير جلس مع راسك وعاود دور دماغك مزيان وشوف شنو هي المفهوم ديال الصحبه بالنسبه لك، وديك الساعه كنقول لك قلب 6 9 عليهم فوري. وعلاش لا دير عادات اللي هما زاد، بحال تعمر وقتك بانك دير شي هوايه ولا تمارس الرياضه، وهكا بالمساعده ديال داكشي اللي عطاتك فراه غتحيد البليه ان شاء الله. والبليه جات نتيجه ديال شي ظروف واللي هما صعاب ولا تهور. والغلط راه كيوقع، يعني ماشي شي حاجه. اي واحد مازال على قيد الحياه ولا مازال كيتنفس فراه مازال عنده فرصه، مازال عنده فرصه باش يبدا ولا يبدل ولا يحيد شي بيس اللي عنده في حياته، مازال الفرصه باش يعتق راسه. وماشي اي واحد مبلي بالكارو هو واحد الانسان اللي خايب واللي ما مربيش، وماشي اي واحد هضرتي معاه ولا نصحتيه باش يحيد البليه وما حيداش فرا راسو قاص، راه حتى هو مسكين ما كاش، ولكن الغالب الله. وهنا انا غادي نهضر معاك انت اللي كتكمل. انا عارف باللي انت باغي تحيد البليه وما كرهتيش، ولكن ما قدرتيش وما قدرتيش حتى دير ديك الخطوه الاولى. انا عارفك باش كتحس، والله يحسن العوان. عارفك حتى واش ندمتي على النهار الاول اللي درتيه في فمك، ولكن الله غالب واللي عطى الله عطاه، ماشي مشكل، الغلط كيوقع. ودابا غير حاول وجرب هادشي اللي قلت لك، وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. كنتمنى باش ان الله يعفو عليك. تهلا ليا في راسك. كان معك ايمن بك ايم، مع السلامه.